مرض السكر من النوع التاني بقى واحد من أكبر المشاكل الصحية في وقتنا الحالي، لكن مع الأسف مش كل الناس عارفة إزاي تجنب نفسها من الإصابة بيه. المرض ده مش بس بيأثر على صحتك بشكل عام، لكن كمان ليه تأثيرات خطيرة على كل عضو في جسمك لو ما خدناش بالنا منه. السبب الرئيسي في السكر من النوع التاني إن الجسم مبقاش قادر يستخدم الأنسولين زي قبل كده، فبالتالي السكر اللي في الدم بيزيد بشكل غير طبيعي. طب إيه اللي بيخلي ده يحصل؟ لو أنت مش حريص على أكلك أو مش متحرك أو لو عندك وزن زيادة، ساعتها بتكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض ده. لكن الموضوع مش نهاية الدنيا، في خطوات ممكن تساعدك إنك تحمي نفسك وتحافظ على صحتك. وهنا هقولك إزاي تحمي نفسك من الإصابة بالسكر النوع التاني. أول حاجة هي التغذية الصحية، ما تاكلش كل حاجة قدامك، اختار الأكل اللي فيه فوائد زي الخضار والفواكه وحاول تبتعد عن الأكل السريع والسكريات المكررة. الحركة، خلي الرياضة جزء من حياتك اليومية حتى لو نص ساعة مشي كل يوم، ده هيساعد جسمك يستخدم الأنسولين بشكل أفضل. خسارة الوزن، لو عندك وزن زايد حاول تقلل منه، ده بيقلل بشكل كبير فرصة الإصابة. فحص السكر بانتظام، لو عندك عوامل خطر أو مش متأكد من وضعك الصحي لازم تتابع مستوى السكر في الدم. لو اتحركت بشكل جاد واهتميت بحياتك هتقدر تحمي نفسك من السكر النوع التاني. فكر فيها كأنك بتحمي نفسك من خطر أكبر بكتير. وربنا يحفظكم ويسعدكم.